بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوهات، ويعني انا عايز اقول لكم ان في فيديوهات متسجله بالفعل ومتمنتجه وجاهزه على النزول، ولكن بسبب الكعبله اللي انا فيها دي ان شاء الله اخبار حلوه جايه قريب. بسبب التحضيرات الكتير اللي بعملها الايام دي ما عرفتش انزل ولا فيديو. يعني ان شاء الله في كواليتي تانية، استوديو تاني بيتوضب وبيتحضر، فيعني في شغل كتير قوي جاي، فيعني الواحد كان مسحول فيها شويه. يعني عايز اقول لكم حتى الكمبيوتر اللي كنتوا بتشوفوه ورايا ما بقاش موجود، والكاميرا مركونه دلوقتي. في برضه شويه تغييرات كده هتحصل والكاميرا نفسها تتغير وكده، فانا بصور لكم الفيديو ده بالايفون. ولكن قلت ان فرصه زي دي انا ما ينفعش يعني ما اروقش عليكم. انت دلوقتي في شهر 11 بتستنى بقى الوايت فرايداي، ما بحبش اقول بلاك فرايداي، بتستنى بقى الوايت فرايداي والكلام اللي زي ده، وبتشوف عروض وهميه بقى. يعني بتشوف الناس يقوموا جايين المحلات رافعين الاسعار قبلها باسبوعين ثلاثه، وبعدين يقول لك احنا عملنا خصم 60% 70%. الكلام السخيف اللي بنشوفه ده. اللي منكم عارف او اشتغل معايا قبل كده عارف ان انا مش عامل عروض وهميه ولا حاجه. وعايز اقول لكم ان من النهارده لحد يعني بحد اقصى اسبوع، يعني على حسب بقى المواعيد عندي هتتملي ولا ايه اللي هيحصل، يعني انا عامل خصم حقيقي بيوصل ل 75%. في فيديو هينزل بعد ده هيشرح لك الباقات ازاي الدنيا ماشيه، ولكن انت لما هتسمع الفيديو اللي جاي هتعرف ان انا مقسم الموضوع لباقات. يعني ايه؟ يعني انت بتختار الباقه اللي تعجبك، انت بتختار انت عايز رصيدك يكون فيه كام حصه بالظبط. نفس فكره الموبايل بتاعك، انت دلوقتي عايز تشحن الرصيد بتاع الموبايل بتاعك، فانت شحنت مثلا وليكن ب 50 جنيه او ب 100 جنيه ايا كانت العمله، فانت شحنت برقم معين، الرقم ده بيفضل في موبايلك لحد ما تخلصه. نفس الفكره عندي، انت دلوقتي هتشحن مثلا في رصيدك 4 حصص، 12 حصه، 24 حصه، 48 حصه، زي ما تحب. كل باقه من دول نازل عليها خصم. اعلى باقه بقى اللي هي 48 حصه عليها خصم 75%، اقل باقه عليها خصم 50%. فيعني الكلام ده انا عامله لمده يومين ثلاثه، وممكن بعد الفيديو ده بساعه ساعتين يكون المواعيد كلها اتملت وتيجي تبعت لي، للاسف يعني. ولكن هحاول ان انا اضغط ازود المواعيد المتاحه، هحاول ان انا يعني ايه ما اخدش يوم اجازه هحاول ان انا افتح لكم مواعيد كتير بحيث ابقى روقت عليكم في الشهر ده. هتلاقي كل حاجه ظهرت لك، هتلاقي الرقم بتاع الواتساب، هتلاقي الانستجرام، ولكن انا افضل ان انت تبعت لي على الواتساب، لان في ناس كتير بتبعت لي على الماسنجر وعلى الانستجرام انا ما بشوفش الرسائل. يعني انا ما باخدش بالي من الرسائل، لان الرسائل بتروح على السبام. انت لو واحد مش فريند عندي او مش عامل لي فولو او كده، الرسائل ما بتظهرليش. يعني انا في حد كان لسه باعت لي لسه واخد بالي من الرساله بعديها ب6 شهور، هو قال لي انت بترد عليه بعد 6 شهور. انا والله ما بتجيلي الرسائل دي، يعني بالصدفه لما انا بدخل في السبام وادور بكتشف ان في ناس كتير كانت بعتها لي وانا ما خدتش بالي. فابعت لي على الواتساب، على الواتساب هتلاقيني برد عليك في ساعتها. هتلاقي الرقم ظهر لك دلوقتي على الشاشه، وشوف الفيديو اللي بعد ده لانه هيشرح لك بقى التفاصيل وهيشرح لك المستويات والباقات والكلام اللي انا عامله ده كله. فالفيديو اللي جاي هيفهمك اكتر. اختصارا يعني للموضوع، انت عندك المستويات بتاعه الكمانجا، انا عامل لكل مستوى PDF، كل مستوى ليه امتحان، كل مستوى ليه شهاده. الكلام ده طبعا بيكون على حسابك على الموقع بتاعي. بعد ما بتشترك معايا بنعمل حساب على الموقع بتاعي، بيكون لك حساب كده فيه كل حاجه تخصك بقى، في بقى PDF بتاعك، في الحصص اللي انت اشتغلتها، في المواعيد، في رصيدك حتى من الحصص، في كل حاجه انت متخيلها. وفي ابلكيشن كمان هينزل على الموبايل، ولكن بسبب الكعبله اللي انا فيها الابلكيشن هيتاخر شويه، يعني ممكن يتاخر مثلا شهر ولا حاجه، بسبب بقى التوضيب بتاع الاستوديو التاني. يعني انا هنا قريب ان شاء الله هنقل، فهروح الاستوديو احسن بكتير، يعني متوضب بقى وجاهز ومتظبط. فخلينا نرجع لموضوعنا. انت عندك مستويات، كل مستوى ليه الامتحان بتاعه، كل مستوى ليه الشهاده بتاعته، وكل مستوى بياخد من 12 14 لحد 20 حصه. ده بيتوقف عليك، على التزامك وعلى تمرينك وعلى استيعابك وعلى حاجات كتير قوي. انت ممكن تخلصهم قبل 12 حصه، يعني لو انت حد نشيط وملتزم وكده ممكن تخلصهم قبل 12 حصه. ايا كان، بعمل لك الامتحان، عديت المستوى الاول، اتفضل يا باشا الشهاده بتاعتك ويلا بينا ندخل على المستوى الثاني. طب هل ده ليه علاقه بالباقات؟ لا، ده ملوش علاقه بالباقات. الباقات هي بتكون مجرد رصيد عندك في حسابك، بمعنى ان انت شحنت مثلا وليكن المستوى الاول محتاج 12 حصه، انت واحد شحنت 48 حصه، ما هم هيكملوا معاك باقي المستويات عادي. انت واحد شحنت مثلا 4 حصص، فعادي تشحن 3 مرات مثلا لحد ما تخلص المستوى الاول، او تشحن مرتين لحد ما تخلص المستوى الاول، انت وشطارتك. ففكره الباقات هي ملهاش علاقه بالمستويات، انت بتشحن الرصيد بتاعك زي ما تحب وتستهلكه زي ما تحب وقت ما تحب. يعني الموضوع المرن ده اظن ان انت ما شفتوش في اي حته تانية. فكره ان انت اللي بتحدد كل حاجه في النظام بتاع التعليم بتاعك، يعني انت بتحدد مواعيدك. طبعا
المناسب عندي ومناسب عندك، انت اللي بتحدد تدفع كام، انت اللي بتحدد عايز تاخد كام مره في الاسبوع، انت اللي بتحدد حاجات كتير قوي. وده عشان كل واحد مختلف في انشغالاته بقى وشغله ودنيته، فكل واحد مختلف عن التاني في النقطه دي، فسايب الموضوع مرن وانت بتتحكم فيه براحتك. المهم انا حاسس ان انا رغيت كتير قوي، بس اللي عايز افكرك بيه ان اول باقه عليها خصم 50% واعلى باقه عليها خصم 75 او 80% كمان، فالحق اليومين دول عشان يعني بمجرد ما المواعيد هتتملى عندي او بمجرد ما الاسبوع يعدي هنرجع تاني للاسعار اللي كنا فيها. فهتلاقي كل حاجه موجوده في الديسكربشن، وهتلاقي الرقم بتاع الواتساب، تواصل على الرقم بتاع الواتساب، مالكش دعوه بالديسكربشن، بس يعني محطوطين في الديسكربشن برضو، فتواصل على الرقم اللي هيظهر لك دلوقتي. واشوفك الفيديو اللي جاي، وما تنساش تشوف الفيديو اللي بعد ده.